مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتري نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تحية اليوم العالمي للطفولة في مدينة سنة. تنظيم ورشة عمل ثقافية رياضية في الإقليم الأوسط. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في مدينة كرم. كيم جونغ أون يتهم واشنطن بتأجيج التوتر ويحذر من حرب نووية. الرئيس الصيني يؤكد خلال زيارة المغرب دعم بكين لأمن واستقرار الرباط. وزير الدفاع الأمريكي في زيارة تاريخية إلى فيجي لتعزيز التعاون الإقليمي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم الاحتفال في مدينة سني بحفاوة كبيرة يوم 22 من نوفمبر باليوم العالمي للطفل تحت شعار التعليم أساس الطفل المميز. وأوضح مدير مكتب رعاية الطفل والأسرة في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تسفو سلمون في المناسبة التي حضرتها وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبراب وحاكم إقليم القاشبرق السفير محمود علي الحروي أن الحكومة الإريترية تولي الاهتمام الكبير لضمان الحقوق الكاملة للطفل، وتحقق تطور مشهود في كل جوانب التنشئة بفضل الاستثمار الجاري في الطفل. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم القاشبرق السيد فرانكو كوبابا أن الحكومة الإريترية تضع ضمان حقوق وسلامة الطفل من ضمن أولوياتها، وتظهر نتائج ذلك بوضوح على الأرض. هذا وتضمن برنامج الاحتفال مناشط فنية لفرقة الورود الحمراء التابعة للاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا وطلاب مختلف المدارس. نظم قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط ورشة عمل يوم 22 من نوفمبر لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية في الإقليم. وذكر المدير العام للقسم السيد اسمرام برهان بأن هدف ورشة العمل هو تعزيز المشاركة الشعبية في النشاط الثقافي والرياضي، وأكد على أهمية تضافر جهود كافة قطاعات المجتمع لتنفيذ البرامج الموضوعة على جميع المستويات. وطالبت الآراء المقدمة في الورشة بضرورة إلمام اللجان المقامة بالثقافة والرياضة وتوفير التجهيزات اللازمة. شارك في ورشة العمل حاكم الإقليم السيد فسهاية حيلي والمدير العام للإدارة السيد زرعيد تولى برهان ومسؤولي الأقسام ومدراء المديريات ومسؤولي الاتحادات الوطنية. أجرى أطباء فريق البصر عمليات عيون ناجحة في مستشفى كرن لأكثر من 400 مواطن في الفترة من 16 وحتى 22 من نوفمبر. وأوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة أمراض العيون في وزارة الصحة السيد ألم زكرياس لوكالة إرينا إجراء الفحوصات الطبية لحوالي 2000 مريض، كما أجريت العمليات الجراحية ل 406 مواطن وقدمت النظارات لأكثر من 400 شخص وكذا الأدوية للآخرين. وقال رئيس فريق أطباء البصر الدكتور عبد الله البشير أن الأنشطة القوية التي قام بها الأطباء الإريتريين ووعي المجتمع في طب العيون يساعد كثيرا في إنجاح مهامهم. هذا وسيقوم فريق أطباء البصر الذي يجري العمليات الجراحية منذ أكثر من 10 سنوات في إريتريا بمواصلة جراحة العيون في الأسابيع القادمة بكل من مدينتي مندفرة ومصوى. اختتم يوم 22 من نوفمبر مهرجان الإريتريين في قطر، والذي افتتحه مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق. اشتمل المهرجان الذي حضره الدبلوماسيين وعدد كبير من أعضاء الجالية الإريترية في الدوحة برامج عكست التعدد الثقافي للشعب الإريتري وارتباط إريتريو المهجر بتاريخهم وثقافتهم. وأشاد سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم في الكلمة التي ألقاها في المهرجان بالمنظمين والمشاركين وقدم الشهادات التقديرية. هذا وكان قد نظم مهرجان الإريتريين في الرياض وجدة بالسعودية بالأسبوعين الأول والثاني من هذا الشهر. عقدت جمعية المعلمين لفرع إقليم عن سمام مؤتمرها الثامن يوم 22 من نوفمبر بمدينة كرن. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ كبرام قبرزقي أن الاستثمار الجاري في المدرسين له دور في تحقيق الكفاءة التعليمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم بالإقليم الأستاذ كفلاي عن مكيل بأن قضية نقص المعلمين في رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة تشكل تحديا كبيرا، معربا عن ثقته في مساهمة المؤتمر بدور في حل هذه المشكلة. ودعا رئيس الجمعية الوطنية للمعلمين الأستاذ سيمون معهاري الأعضاء للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. وطالب المؤتمرون ضرورة جعل برامج التدريب متماشية مع تعليمات وأولويات وزارة التعليم، وأن يضع نادي المعلمين في الاعتبار كرامة ومهنة المعلمين. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية ل4 سنوات، هذا وقد تأسست جمعية المعلمين عام 1958 وتضم حوالي 30,000 عضو.
دعا قسم السياحة في إقليم القاشبركة في الاجتماع الذي عقده بمديرية تساني المرافق الخدمية لبذل الجهود لتحسين جودة التعليم. وقال مسؤول فرع الأبحاث ومراقبة الموارد في قسم السياحة السيد سمرت قبر مدهن أن المهام الرئيسية للقسم هي مراقبة كفاءة المؤسسات والموارد السياحية ورفع الوعي العام في صناعة السياحة. ودعا المرافق الخدمية للإيفاء بمتطلبات الزبائن وتحسين الجودة والنظافة. من جانبه ناشد مسؤول مكتب الضرائب في إقليم القاشبركة السيد أمانيل قيتوم أصحاب المرافق الخدمية لاتباع تعليمات المكتب والقيام بأنشطة قانونية ودفع الضريبة في أوانها. واقترح المشاركون ضرورة الاهتمام بتجديد الرخص وإيجاد حل للتأخير في أعمال مكتب الضرائب. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. اتهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بمحاولة الاستفزاز وتصعيد التوتر، قائلا أن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه أبدا مثل هذه المخاطر من حرب نووية كما هو الحال الآن، وفق إفادات وكالة الأنباء المركزية الكورية. وذكرت الوكالة الرسمية أن كيم أوضح في خطاب ألقاه خلال معرض عسكري بعنوان تطوير الدفاع الوطني 2024 في بيونغ يانغ أنه حاول اتباع نهج التفاوض مع واشنطن، لكن النتائج أبرزت فقط سياستها العدوانية والعدائية ضد كوريا الشمالية. وأضافت أن زعيم الكوريا الشمالي دعا إلى تطوير وتحديث ترسانة الأسلحة وتعهد بمواصلة تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد. إلى جانب ذلك أدانت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر الدفاع عن الدولة. وفي الأسبوع الماضي أجرت الدول الثلاث مناورة مشتركة لمدة 3 أيام أطلق عليها اسم حافة الحرية، شاركت فيها طائرات مقاتلة وطائرات دورية بحرية بالإضافة إلى حاملة طائرات أمريكية. قالت وسائل إعلام صينية أن شي جين بين رئيس جمهورية الصين الشعبية أكد لولي العهد المغربي الأمير حسن خلال زيارته القصيرة إلى المملكة على دعم بكين لأمن واستقرار الرباط. وحسب الإعلام الصيني شدد شي جين بينغ على أن بكين مستعدة لمواصلة دعم العمل بجانب المغرب في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقالت المصادر عينها أن الرئيس الصيني شدد على رغبة بلاده في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبكين، واستحضر نمو هذه العلاقات بشكل متزايد، وخاصة بعد زيارة الملك محمد السادس سنة 2016 للصين، حيث عقد حينها مباحثات مثمرة. من جهته نقل ولي العهد الأمير الحسن تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس الصيني وترحيبه والحار به، مشددا على أن العلاقات تطورت بشكل إيجابي بين البلدين. وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى فيجي في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لوزير دفاع أمريكي إلى الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة أوستن 12 في منطقة المحيطين الهندي والهادي، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإقليمية. وأعرب عن تطلعه إلى عقد سلسلة من المنافسات لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وفيجي. وفي خطوة إضافية لدعم القدرات العسكرية الفيجية، من المقرر أن يعلن أوستن عن توفير تمويل عسكري بقيمة 4.9 مليون دولار لإعادة تجهيز القوات الفيجية بالأسلحة الخفيفة. وبحسب بيان البنتاغون فإن هذه الزيارات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز التزامها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي. في الخبر الأخير، نفذت الشرطة البريطانية تفجيرا محكما للتعامل مع طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأمريكية جنوب لندن بعد أن أثار الطرد مخاوف أمنية، وجاء ذلك بعد أن أغلقت الشرطة طرق المحيطة بالموقع كإجراء احترازي. وقالت شرطة العاصمة لندن أن الصوت المرتفع الذي سمع نتج عن تفجير محكم نفذته فرق مختصة. من جهتها أكدت سفارة الولايات المتحدة بلندن اكتشاف الطرد المشبوه، وقالت أنها ستقدم المزيد من التحديثات عند توفرها. ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الطرد أو التهديد المحتمل، وأكدت استمرار التحقيقات. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إحياء اليوم العالمي للطفولة في مدينة تساني. تنظيم ورشة عمل ثقافية رياضية في الإقليم الأوسط. إجراء عمليات جراحة ناجحة للعيون في مدينة كرن. كيم جونغ أون يتهم واشنطن بتأجيج التوتر ويحذر من حرب نووية.
الرئيس الصيني يؤكد خلال زيارة المغرب دعم بكين لأمن واستقرار الرباط. وزير الدفاع الأمريكي في زيارة تاريخية إلى فيجي لتعزيز التعاون الإقليمي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.